لما المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يجي المنطقة اللي مسؤول عن عملية السلام بين أو المفاوضات بين حركة حسام الفلسطينية وبين الكيان، ويجي يقول إن كلام في حق مصر كلام أقل ما يقال عنه إن زبالة. الراجل ده جاي بيتكلم بيقول إن نسبة 45% من الشباب السن أقل من 25 سنة بطالة، وإن الشعب المصري فقير، وإنه مش لاقي ياكل، وإن مصر ممكن إنها في أي وقت تنهار، ولو انهارت هتبقى كارثة على المنطقة كلها، وإحنا مش هنقدر عليها. وإن النظام بتاع فخامة الرئيس السيسي شبهه بالنظام بتاع بشار، وإن يعني حطهم الاتنين في جملة واحدة. إحنا دولة من فصيل واحد ومن دين واحد، والمسيحيين فوق دماغنا، مواطنين مصريين لهم كافة الحقوق اللي عندنا، فعندناش مشكلة احنا، وكلنا السيسي، وكلنا ورا رئيسنا، وكلنا ورا الجيش بتاعنا. وبعدين يعني لما تبقى في جريدة كبيرة جدا هناك عندهم بتنقل عن الجيش وبتنقل عن المخابرات، وتيجي تقول ان الجيش بتاع الكيان ابو نجمة زرقاء لو دخل في معركة مع مصر سيسحق الجيش المصري في اي مكان. وبعدين ده الجانب التاني بقى تلاقي ان دولة الاحتلال تجيب اكبر فرقة بتاعتها، الفرقة 36 من الحدود من شمال اللي كانت هناك عند حزب الله، تجيبها علشان تنقلها فين؟ في جنوب القطاع، في الجنوب خالص، يعني في الغلاف غزة في الجنوب. يعني ايه ده معناه ايه؟ معناه ان هم هيخشوا وهينقلوا 5 فرق كبيرة. معناها ديت ايه؟ ان هم بيستعدوا لحاه ر ب مع مصر، مع الجيش المصري. يبقى انت جهز نفسك في اي وقت ان ممكن تقوم بيننا وبينهم حاه ر ب كبيرة جدا، وهم كده بيجهزوا لها. يعني بيقول لك ان الجيش بتاع الكيان هيبقى مدعوم من الامريكان عشان يسحق الجيش المصري، وان السيسي مسيره زي بشار، وان هتحصل ثورة، يعني هتحصل فوضى نتيجة سقوط النظام المصري. فده كله ده تهديد للدولة المصرية، وده تهديد للوجود. ان شاء الله تعالى صلوا على النبي الاول صلى الله عليه وسلم في كومنت، وما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس، لايك وكومنت وشير عشان صوتنا يوصل، وعلشان الفيديوهات ديت اليوتيوب على طول بقول انه ما بيحركهاش، ولا التيك توك بيحركها. التيك توك دلوقتي ليه نظام جديد بحيث ان هو عجزنا، خلانا مش قادرين نتحرك من مكاننا. فانا بقول لحضرتك دلوقتي اجهز ان في حاه ر ب بيننا وبين الكيان ممكن تندلع في اي وقت من الاوقات. انت رافض عملية التهجير، والتهجير القاف س ر ي حدث بالفعل دلوقتي، وانباء امبارح عن اكتر من 75 واحد خرجوا فعلا، وفي ناس بتكتب طلبات انها تخرج. خلاص الوضع، انت ما تلومش الناس دي على اللي هم فيه، هم في كرب عظيم وفي شده، ومحدش يقدر يلومهم على اللي هم فيه. يعني هم لو سابوا بلدهم وخرجوا بالطريقه دي، انتظر انك انت هتشوف مناظر بشعه منهم علشان خاطر تفتح لهم الحدود. زي ما بقول لحضرتك ما تنساش تشترك في القناة، وانتظرني في الفيديو الثالث اللي هو بتاع ايه اللي بيحصل في منطقة الشرق الاوسط، علشان اربط لك بين اللي بيحصل حاليا في تركيا، واللي بيحصل لايران، واللي بيحصل لمصر، ان هم عايزين يدخلوا مصر في حاه ر ب، وايران وتركيا اللي بيحصل فيها دلوقتي وانتوا شايفينه، كل العالم شايفه، وانهم قصقصوا جناح ايران لما لقوا ان في تقارب بين مصر، في تقارب كبير بين مصر وتركيا وإيران، مثلث لمجابهة الأمريكان وولاد العم، هنقول عليهم ولاد العم. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.